السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كان ابن رجب في لطائف المعارف كان بيستحث الناس على قيام الليل، فيقول لهم: يا رجال الليل، أين الحسن وسفيان وفضيل؟ يا رجال الليل جدوا، يا رجال الليل جدوا. لازم يبقى فيه جد كده. رب داع لا يرد، لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد. ثم يقول كلمة، هذه الكلمة محفزة جدا إنك تكمل في قيام الليل. قل: ليس شيء كصلاة الليل للقبر يعد. ليس شيء كصلاة الليل للقبر يعد. الرب جل وعلا، لكي تعرفوا ما الذي حباكم الله به في هذه الليلة، أن الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربنا جل جلاله من رجل ثار عن وطائه، أي ترك فراشه، ثار عن وطائه من بين حبه وأهله للصلاة، فيقول الله سبحانه وتعالى لملائكته: انظروا إلى عبدي ثار عن وطائه من بين حبه وأهله للصلاة رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا، فإن الله قد فتح بابا من السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي فرغوا من صلاة وينتظروا صلاة أخرى. إن ده توفيق من الله سبحانه وتعالى، إنك بتخلص ركعتين تنتظر كمان ركعتين، وتخلص صلاة تنتظر صلاة، وهكذا دواليك. سبحان الله، يكون المعنى ده موجود في قلبك، تستحضر النداء يوم القيامة لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينادي يوم القيامة فيقول: أين جيراني؟ أين جيراني؟ فتقول الملائكة: ومن ينبغي أن يجاورك؟ فيقول: أين عمار المساجد؟ أين عمار المساجد؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يستعملك إنك تكون ممن يرتاد المساجد، وإن قلبك يكون معلق بالمساجد، هذا فتح من الله سبحانه وتعالى. ومثل هذه الليالي تزيد جدا جدا هذه العبادة، وتجعلك ممن يعمر مساجد الله. الإنسان لما بيعوز يجيب لبس بيروح محلات اللبس، الإنسان لما يعوز يجيب عيش بيروح لمكان العيش، أفران العيش. الإنسان لو عاوز نور الهداية، لو عاوز نور التوفيق، لو عاوز حلاوة المناجاة، لو عاوز التمتع والاستمتاع بكلام الله، من أين؟ في بيوت. هنا ثم كل شيء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للمساجد أوتادا. في ناس كده زي الأوتاد، كده زي العمدان. إن للمساجد أوتادا، إذا غابوا هم جلساء الملائكة، إذا غابوا افتقدوهم. تخيل كده لما بتغيب عن صلاة وتغيب عن المسجد، افتقدوهم، تبدأ الملائكة تفتقد. ويقول النبي: وإذا مرضوا عادوهم. الله أكبر، نسأل الله أن لا يحرمنا هذا الفضل. وإذا مرضوا عادوهم، فشوف يتفقدونك. وإذا كانوا في حاجة أعانوهم، يعاونوك في هذا الأمر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بشرى أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم جاء إلى المسجد، جاء إلى المسجد، الله أكبر، جاء إلى المسجد لماذا؟ للصلاة، فهو زائر الله، فهو زائر الله، وحق على الله أن يكرم زائره. الله أكبر، أن الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه إجابة فضل، أنه يكرم من يأتي إلى هذا المسجد، إلى المساجد، إلى بيت الله. لا يعني هذا المسجد بعينه، لكن عموما مساجد الله سبحانه وتعالى. فدائما
يعني تذكر نفسك اللي انت فيه ده نعيم كبير جدا وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، إن ربنا يأتي بك ليسمعك كلامه سبحانه وتعالى في الثلث الليل من الليل الأخير، ويمن عليك بكل هذه العطايا. هذا فضل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ونحن في هذه الليلة هي من بداية ليالي العشر. تقول عائشة رضي الله عنها في حال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر النبي صلى الله عليه وسلم كان لي حالات. سيدة عائشة بتحكي الحالات دي في 3 أمور. تقول شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم، وهو من هو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه يعلم أن ثم عطايا وثم منح وكرامات وحسنات وتوفيق وفتوح لا يتركها أبدا إنسان محب لله سبحانه وتعالى صادق في البحث عما ينفعه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان فيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، فقد حرم الخير كله. ليلة القدر دي سميت ليلة القدر ليه؟ لأن صار لها قدر كبير لما أنزل الكبير سبحانه وتعالى في هذه الليلة كلام له قدر، مع ملك له قدر، على رسول له قدر، لأمة لها قدر، وبقي أن ينزل في صدرك لتكون لك قدر. هذه الليلة مش مجرد ليلة كده في أجندة التقويم، هذه الليلة هي هتؤثر في تقييمك، يبقى لها شأن كبير جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها كان إذا دخل العشر ماذا فعل؟ شد مئزره، أي يرفع النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه للاستعداد والهمة وأنه يجتهد صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. ده أحد الصحابة معاذ رضي الله عنه بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عابرة، وأيضا ابن مسعود رضي الله عنه، الاثنين روي عنهم نفس الموضوع. فيدخل يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم عادي، النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي فيقول أصلي معاه بعيد، ما كانش في رمضان ولا حاجة، ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة. شوفوا هذا الاجتهاد. يجي بقى العشر ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم؟ شد مئزره. يا الله، شد مئزره في استعداد عالي جدا جدا. هو يعلم، وهو أعلم الخلق بربه وأعلم الخلق بعطايا ربه وعطايا الرحمن، فيعلم أن ثم في هذه الليالي عطايا لا يتركها أبدا إنسان يريد الدار الآخرة. تقول عائشة وأحيا ليله. الله أكبر، يعلم أن ثم الحياة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لازم تبقى عندك يقين، أنت بدون القرآن وبدون مثل هذه الليالي والله ميت. ولو بتتحرك، قبر متحرك، قلب مقبور في جسد، لو لا تستحضر هذا الأمر فلنحيينه حياة طيبة. هنا ثم الحياة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحيا ليلة، يعلم أن هو دي الحياة، هو ده أكسجين الروح، بدونه هيموت صلى الله عليه وسلم. بيعلمنا وأحيا ليلة. وبعدين وأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم. لم يكن أنانيا أبدا، لا يأتي هذه العشر ويجتهد فيها فرديا أبدا، لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرك كل المحبين وكل أهله معاه. يعلم أن في خير كبير أوي 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 يتنزل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله. قوموا تعرضوا للنفحات، قوموا تعرضوا للبركات، لا ينبغي أبدا أن يفوتك هذه البركات. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في العشر على ليلة القدر فالتمسوها. اللفظ ده مهم جدا، فالتمسوها. عارف اللي بيدور على كنز؟ عارفين لعبة الكنز اللي الشباب بيعملوها كده؟ تخيل احنا عاملين اللعبة دي دلوقتي، ونقول لكم يا جماعة بالنسبة للمصلى هنا عند النساء وعند الرجالة كل مكان فيهم فيه سبيكة ذهب 100 جرام. بتعانى فين؟ والله تقريبا 3/4 المصلين ما حد هيصلي ورا الشيخ. خلاص،
بل ممكن الشيخ نفسه يستأذن ان في حد يصلي مع الركعتين دول. هو سبحان الله احنا كده ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا لحب الخير. احنا عندنا كده ايه، حب الخير، في ايه، في قرب كده وفي شدة. فتخيل ان احنا عاملين الحاجة دي ونقول لك هي ورا العمود الثالث من جهة القبلة جنب حاجة بتجيب هوا، تدور بقى انت ورا التكييف، تبص ورا المروحة، تبص ورا بتاع، بتعمل ايه؟ قول بفتش عن الكنز. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فالتمسوها، حاولوا تتلمسوها كده، اوعوا تفوتكم، لان دي لو فاتتك هتدرك ايه. عشان كده سيدنا جبريل بيدعي والنبي صلى الله عليه وسلم طالع على المنبر يقول له يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له راغم أنفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل أمين، يقول له أمين. فعلا ازاي بقى كل الخير ده وفي الآخر خالص لا يغفر لي؟ طب هو عاوز ايه؟ ايه اللي انت ممكن محتاجه تاني عشان يغفر ليك وتقبل بعد كل هذه الأمور؟ فالتمسوها. سبحان الله ما قالش يوم معين وروح هاتوها في اليوم ده، وسع الدايرة. ليه؟ من لطف الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تطيل الوقوف بين يدي حبيبك، إنك تبدأ في لأنك وأنت بتلتمسها تقف النهاردة، طب يمكن جاية بكرة، طب يمكن جاية بعده. فأنت لو التمست الأيام دي كلها يبقى هتدرك ليلة القدر لا شك، صح؟ ومعها عرض إنك خدت كل الليالي اللي أنت وقفتها والهموم اللي أنت كنت مشغول بيها والشوق ده كله. فيريد الله سبحانه وتعالى أن يشعل الأشواق في قلوبكم عشان تظل دايما عينك على الأمر ده، وأنت لا تغيب أبدا عن هذا الأمر، أنك مركز جدا على ليلة القدر. لا تنسوا إن نسيتم حق على الله أن يكرم زائره، أن الله سبحانه وتعالى سيكرمكم. ومن رحمة الله اللي انت بتسمع في الوقت ده القرآن الكريم فبتكرم ليه. عشان كده بس لولا بس ان احنا يعني لازم نريح ونقول كلمتين في الوسط كده، والله يعني لو الواحد ساب نفسه كده وان القرار بإيده على قده يقول لك بين الركعتين أخ يقرأ قرآن، هو ده إنما أنذركم بالوحي، لن تنتفعوا بأكثر من كلام الله سبحانه وتعالى. فسألوا الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لاغتنام هذه الليلة، وأن يوفقنا هذه الليلة، وأن يسددنا. أهم حاجة أن الله إذا اطلع على صدرك يراك مهموم ويراك مشغول، يراك عندك شوق إنك تدرك هذه الليلة. وإذا رأى الله سبحانه وتعالى منك هذا القلب وهذا الهم سيعطيك. الله سبحانه وتعالى لما طلب من سيدنا إبراهيم أن يذبح إسماعيل، فلما هم وخلاص واستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، ربنا ترك إسماعيل وأعطاه إسحاق. كان الأمر كله ما أنت ناوي تتصدق، ناوي تطلع ده من قلبك ولا لا. الراجل اللي كان أعمى وجاله الفقير وقال له أعطني من مال الله ومش عارف إيه، قال له خذ ما شئت، أنا كنت زيك برضو أعمى وربنا بصرني. فقال له إيه؟ أمسك عليك فإن الله قد رضي عنك وسخط عن صاحبيك. كان الامتحان فين؟ قلبك. فهو دلوقتي الامتحان امتحان قلوب، الاختبار كله اختبار قلوب. إن الله ينظر إلى قلوبكم. فأري الله سبحانه وتعالى إن في قلبك مهما كنت تعبان ومهما كان جسدك فيه آلام ومهما قاعد تقاوم النوم، قل له يا رب أنا ممكن أروح أنام بس أنا تركت وطائي، أتيت لعلي أنال من الخيرات. والله هذه النية لن تغيب على الله سبحانه وتعالى، وسيدهشك بعطائه حالا ومآلا بإذن الله. فأسأل الله أن يسكن قلوبنا وقلوبكم، وأن يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.